شحال من مره قلتو غتبداو تفيقوا بكري وتمشيو لاصال ولا تقراو شي كتاب او اي عاده اخرى باغيين تكتسبوها، ولكن في الاخر كتحسوا بالاحباط حيت عارفين انكم قادرين ديروا اكثر من هادشي اللي دابا نتوما فيه، ولكن ديما كتلقاو راسكم كترجعوا لنقطه الصفر وكتبقاو النهار كامل غير طالعين وهابطين في السوشيال ميديا وكتبقاو تستهلكوا هذاك المحتوى وكتشوفوا ناس اخرى كتحقق الحلم ديالها. عارفه بلي الجيل ديالنا مرتبط بزاف بالسوشيال ميديا والخوارزميات ديال هاد المنصات كتخليك تستهلك اكثر وما كتبدل حتى شي حاجه في حياتك. اصلا كاينه دراسه ان متوسط عدد الساعات اللي كيدوزها الانسان حاليا في السوشيال ميديا تقريبا 3 سوايع في النهار. يعني تخيلوا معايا 75 نهار تقريبا غير ديال سكرول في التيك توك وانستغرام وفيسبوك. ولكن ممكن نبداو مع بعضياتنا شي حاجه اللي احسن من هادشي اللي نتوما فيه دابا. عطيو راسكم واحد 30 يوم باش تكونوا برودكتيف اكثر وعندكم التزام كبير وغادي ديروا واحد التقدم كبير في حياتكم. 30 يوم غنتحداو راسنا باش نتعلموا ونشدوا عادات جداد ونقلوا من اي حاجه كتشتت الانتباه ديالنا ونتهلاو في صحتنا الجسديه والنفسيه والعقليه. من بعد هذا الفيديو بغيتكم تاخذوا قرار انه اليوم غيكون اخر يوم في المماطله والتسويف والتاجيل. بغيت هاد 30 يوم اللي جايه نديروا تحدي لمده 30 يوم، وفي هاد 30 يوم نحاولوا نلتزموا بشي حوايج او بعادات صغار ماشي كبار اللي المفروض اساسا تكون طبيعيه في حياتنا، ولكن بسبب الظروف والمشتتات كنا كنتهاونوا عليهم. ماشي مشكل، اجي نشوفوا اول عاده اللي هي الفياق بكري. هذه اللي اساسا حاجه طبيعيه، ولكن خاصنا نسولوا راسنا علاش غنفيقوا بكري. بكل بساطه كتبداو النهار ديالكم بكري، يعني كتقدروا ديروا بزاف ديال الحوايج وعاد كنكونوا اكثر نشاطا والاستيعاب ديالنا كيكون كبير. وبلا ما نهضر لكم على شحال ديال الدراسات اللي دارت باش تثبت لينا ان الفياق بكري صحي ومفيد لينا، ولكن اللي بغيت نهضر عليه في هذا الفيديو هو شنو غنديروا ملي غنفيقوا بكري. اكيد كل واحد فينا عنده شي حاجه باغي يتعلم ليها، بحال اللغات او التسويق الالكتروني ولا البرمجه ولا الديزاين، ولا مثلا باغيين ينميو ويطوروا شي مهاره ديجا عندهم، ولا مثلا الناس اللي كتقرا باغا تحفظ باش تجيب نقاط مزيانه. هاد الشيء ديما فاش كنبغيو نديروه غالبا كنبقاو ناجلوا فيها حيت ما حطيناش وقت معين في الجدول اليومي ديالنا وكنبقاو عشوائيين. هاد الشيء علاش العاده الثانيه هي اننا على مدار هاد 30 يوم نركزوا على مهاره جديده او عاده جديده او اي حاجه باغيين نتعلموها. غادي نخصصوا لها واحد 2 سوايع حتى ل3 سوايع باش ننميو السكيلز ديالنا. العاده الثالثه اللي هي العقل السليم في الجسم السليم. فاش كنديروا الرياضه وكنحركوا الجسم ديالنا غالبا كنكونوا في واحد الحاله ديال الهدوء النفسي، حيت كنخرجوا كاع الطاقه السلبيه والستريس اللي عندنا، والعقل ديالك كيفرز الدوبامين الصحي حيت كيدير حاجه اللي كترجع ليه بالنفع. ديروا اي نشاط بدني، اي حاجه فيها حركه، ماشي شرط حاجه معينه. العاده الرابعه غنختاروا كتاب على حسب الاهتمامات ديال كل واحد فيكم وغنبقاو نقراو فيه كل نهار قبل ما نعسوا لمده نص ساعه. ولكن نتو بغيتونا نرشح ولا نقترح عليكم كتوبه خليوها لي في الكومونتير. بغيتكم تخليو القراءه والمطالعه واحد العاده اللي رئيسيه في كل نهار. العاده الخامسه اللي هي الجورنالين ولا كتابه اليوميات، حيت حنا الناس كنساو وما كنبقاوش عاقلين على شنو درنا ولا شنو حسينا. هادشي علاش الكتابه واحد الوسيله اللي زوينه ومريحه باش ننظموا افكارنا ونفهموا راسنا. العاده السادسه والاخيره هي نلتزموا بالصلاه ديالنا في وقتها ونقراو صفحه واحده من القران. تخيلوا تبعوا هاد العادات لمده 30 يوم، اكيد غتشوفوا الفرق من بعد شهر. غنحط تحدي في الانستغرام الا بغيتوا نشجعوا بعضياتنا. نتمنى هاد القناه نتعلموا من بعضياتنا ونزيدوا مع بعضياتنا لقدام. شكرا لكم وتهلاو ليا في راسكم.